ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنزل الله عز وجل علينا كتابه وأرسل رسوله ليهدينا إلى الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد كان الإنسان قبل نزول الكتاب في جاهلية جهلاء وفي جاهلية دهماء، فبإرسال الرسل وبإنزال الكتب أخرج الله عز وجل هذه البشرية من الظلمات إلى النور. وكانت الجاهلية فيها عادات غير مرضية، وعادات تعتبر هاضمة لحقوق بعض الجهات، وبالتالي جاء الإسلام بالعدل والقسط فأعطى كل ذي حق حقه. من هذه العادات الجاهلية عادة التبني. عادة التبني سنناقشها مع ضيفي هذه الحلقة، وهو الدكتور حسن سلمان، باسمكم جميعا أرحب به. وهذه الحلقة ستتناول هذا الجانب من ضمن قضايا إريتريا. هل يوجد فعلا في بلادنا عادة التبني أو لا توجد؟ وما معنى التبني أساسا في الأصل؟ وكيف كان الجاهلية يفهمونه؟ وكيف جاء الإسلام وأبطل هذه العادة؟ ولماذا أبطلها؟ هل لدينا جوانب مشابهة لعادة التبني؟ أقصد في شعبنا الإريتري، وكيف يمكن نعالج هذا التشابه بين عادة التبني والشيء الذي يشبه به؟ كل هذه الأمور نحاول أن نناقشها ها هنا في هذا الاستديو، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. دكتور حسن سلمان، أهلا وسهلا بكم. ومرحبا بكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. آمين. من عادات الجاهلية الراسخة، حيث كان الحل لمن لا ولد له أو لمن أعجبه طفل من أطفال السبي أن يتبناه. فما كان حكم هذا في زمن الجاهلية، وكيف كانوا يرونه، وكيف أبطله الإسلام؟ في البداية دعنا نناقش ما المقصود بالتبني. ما المقصود بالتبني؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التبني هو شكل من أشكال ادعاء أو نسبة شخص لشخص آخر بأن هذا ابنه. والشريعة الإسلامية حددت طرائق النسب، كيف يكون النسب والانتساب الشرعي، وحددت طرائقه من حيث الزواج، من حيث العقود الصحيحة، من حيث الاستحقاقات بعد ذلك،
من حيث موضوع المحرمات التي تترتب على هذا الموضوع. فالشريعة على كل فيما يتعلق بالإطار النسبي حددت طرق معينة وبنت عليه كل الأحكام. موضوع التبني يأتي في هذا السياق، أن الشخص ليس ابنه، يعني يتبنى شخص ليس من أبنائه ولكن ينسبه إليه ويقول هو ابني يرثني وأرثه. هذه طبيعة العرب في الجاهلية، أنه ما كانت حالة كفالة ولا كانت حالة رعاية ولا غير ذلك، ولكن كانت حالة نسبة مباشرة يترتب على هذه النسبة ترفع عن هذا الشخص الذي انتسب كل المحظورات، فهو يكون جزء من الأسرة ويكبر معها ويدخل على نسائها ويخالط بناتها، وليس هنالك أي حواجز تحول بينه وبين هذه الأسرة. فكان هذا هو الشكل اللي على كل كان موجود، ولعل هذا الشكل كان مشهورا لم يكن فيه إشكال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا الموضوع، وبطبيعة الحال وقع لحكمة قد نتحدث عنها. ما هي الحكمة التي جعلت الله سبحانه وتعالى يجعل نبيه عليه الصلاة والسلام يتبنى زيد بن حارثة ويكون زيد بن محمد، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبطل بهذه الحالة، حالة التبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبطل بها الحكم التشريعي في المرحلة المدنية. فعلى كل التعريف المبسط لموضوع التبني هو أن يقوم شخص بنسبة ولد ليس من صلبه وينسبه إليه، وتترتب على هذه النسبة الاستحقاقات كلها، الاستحقاقات المالية، الاستحقاقات النسبية. هذا من حيث التبني. طبعا هنالك مصطلحات أخرى تكاد تكون متقاربة، مصطلح الإقرار، مصطلح الاستلحاق، مصطلح اللقيط، هذه قد تكون جزء من يعني ما يسمى على كل أو يسمع عندما أنت تقرأ عن قضية التبني، تسمع أيضا الاستلحاق وتسمع الإقرار وتسمع اللقيط. هذه كلها تأتي أحيانا كل كمصطلحات أحيانا مرادفة وأحيانا مباينة لموضوع التبني. طيب، ما حكم التبني في الإسلام؟ التبني يعني حكمه في الإسلام الحرمة، يعني لا يجوز لأحد أن ينسب من ليس ولد له أن ينسبه لنفسه نسبة الولد، لا يجوز ذلك، بل حرم ذلك في سورة الأحزاب. الله سبحانه وتعالى قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا. يمكن يجي سؤال، طيب لا نعرف له أب، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، إن كان ليس أخا في الله فهو من الموالي، فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالآية حددت على كل، أبطلت أمرين في نفس السياق، أبطلت أمرين. أبطلت من يزعم بأن والله أن يقول الرجل لأمه أنت لزوجته أنت علي كظهر أمي، ظنا منه أنها تصير كأم بالنسبة له، أو يدعي ولدا ليس له. فالله سبحانه وتعالى أبطل الادعاء، وكان يسمى هذه التسمية الشرعية له اللي هي الادعاء، أن الشخص يدعي شخص آخر بأن هذا ابنه ويرتب كافة الأحكام على ذلك. فالله سبحانه وتعالى حرمها بقوله ادعوهم لآبائهم، ونفى عنهم البنوة، ليسوا أبناءكم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم حرج فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فأن يتعمد الإنسان بعد سماع هذا الحكم، بعد بلوغ التحريم له بأن الله حرم التبني، فإذا بدأ الإنسان يتبنى بعد ذلك فهذا والعياذ بالله قد تعمد تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. أسباب التحريم شيخ حسن؟ التحريم حقيقة يعني له حكم عظيمة جدا. أنا ذكرت يمكن في مقدمة الحديث بأن الإسلام في منظومته الاجتماعية يبنى على منظومة متكاملة في النسب وفي الانتساب. هذا النسب اللي هو يتأسس على علاقة شرعية بين زوج وزوجة، تترتب عليه عملية الإنجاب الصحيحة الشرعية. هذا الإنجاب تترتب عليه عملية استحقاقات مالية، وتترتب عليه كذلك استحقاقات اجتماعية، وهو أن هذا الولد من الصلب له استحقاق أنه يدعى لأبيه، ادعوهم لآبائه، وينسب لأمه كذلك، فهو ابن أمه وابن أبيه من الناحية الشرعية. ثم تترتب مجموعة من السلسلة المحارم التي ترتبط بهذا النسب. فالولد الصحيح الشرعي الذي أنجب من أبوين بعقد صحيح له خالات وله عمات، هؤلاء محارم له، وله جدات يعني أمهات وين عوله. فهذه السلسلة تترتب على هذا الوضع الصحيح.
عندما أنت تتبنى شخص ويترتب عليها أيضا موضوع المواريث، ترتب عليها موضوع المواريث، تترتب عليها صلة الأرحام وطبيعة هذه الصلة وأحكامها إلى غير ذلك. فهذا جانب مهم جدا فيما يتعلق بكيف أن الإسلام على أصل السلسلة بتاعة النسب رتب مجموعة من الاستحقاقات المالية والاستحقاقات الاجتماعية وترتبت على العقد الصحيح. طيب لما يأتي شخص ويقول والله هذا ابني وهو ليس ابنه من صلبه، فإنه خرق كل هذه المنظومة. أولا أدخل على الأسرة شخص ليس محرم، فسيدخل على بناته وهن ليسوا محارم له، وسيدخل على زوجته وهي ليست محرم له، وسيدخل على أسرته ككل ليسوا محارم. وبالتالي هنا سبحان الله المحرمية مع أنها منتفية لكن أنت خرقتها بهذا النوع من العلاقات التي بطبيعتها فطرة ستجد أن هذا الشخص لن يشعر الشعور بتاعت أنه والله هؤلاء أخواته أو هؤلاء أمهاته أو خالاته أو عماته. فهذه أول مسألة مهمة. النقطة الثانية، إذا كان هذا الشخص له أب معروف كما كان في الجاهلية أحيانا، زيد بن حارثة معروف والده، كان في الحروب يحصل أو أحيانا يسرق الشخص ويباع في الأسواق، والشخص يكون أهله معروفين، قبيلته معروفة، مثل زيد ابن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أعطته إياه وهبته إياه خديجة رضي الله عنها. أهله معروفين، جاء أهله وهم يعرفون ابنهم مع من؟ لاحظت؟ فهذا الشخص أهله معروفين، أنت عندما تفصله عن أهله وتقطع صلته بأهله فإنك أجرمت في حقه. هؤلاء من حقهم أن ينسب إليهم ابنهم، وهذا الولد من حقه أن ينشأ أيضا وهو يعرف أهله ويعرف ذويه لتكون له تلك الاستحقاقات التي ذكرناها بحكم الشريعة، سواء كانت استحقاقات نسبية أو استحقاقات على كل مالية، فأنت حرمته من هذا. طيب قص لنا كيف ألغى الإسلام يعني عادة التبني من خلال قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد. أحسنت. بالنسبة لزيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو طبعا من أفاضل الصحابة وكان من حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد اللي هو الشاب المعروف أيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان تحت عبودية خديجة رضي الله عنها، ثم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وهبت زيد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر زيد عبد له تحت رعايته وعنايته، إلى أن سمع به أهله فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتروا ابنه. لكن هل تبناه النبي عليه السلام وعلم أنه ابنه؟ لا، قبل هذا لم يعلم. سيعلم بعد أن يأتي أهله. أيوة تمام. جاء أهله وقالوا نريد أن نشتري ابننا ونحرره، هذا ابننا وهو يعرفنا ونعرفه. جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لن أفعل حتى أستشير زيد. نعم. فجمع أهله وزيد، قال يا زيد هؤلاء أهلك وأبوك وعمك ويريدون أن تذهب معه. جميل. وأنا ما عندي مشكلة، أطلق سراحك دون مال. يا سلام. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، أطلق سراحك دون مال، تذهب معهم عليه الصلاة والسلام. لكن كما ذكرت كان لله حكمة في أن يكون زيد تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. فزيد تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا حق لزيد أنه ما من شخص يعني اقترب من رسول الله حتى قبل الرسالة إلا وأحبه وتعلق به وأعجب بأخلاقه، حتى أنه آثر وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم على وجوده مع أهله قال والله لن أفعل يا رسول الله، لن أفعل، لن أذهب إلى أبي ولد. فغضب والده وغضب عمه. هذه اللحظة التي آثر فيها البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أشهد قريش وقال زيد ابني يرثني وأرثه. فصار يطلق من هذه اللحظة زيد ابن إيه؟ ابن محمد نعم. عليه الصلاة والسلام. وظل على هذا الوضع إلى الفترة إلى أن نزلت الآيات نعم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل التبني. هنا سبحان الله لماذا يعني الحكمة في أنه والله يكون هنالك تبني في البيت النبوي ويأتي الإبطال؟ كان يمكن أن يقول بعيدا عن وجود الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكفي أن يقول الله ادعوهم لآبائهم وانتهى الموضوع. لكن سبحان الله لما كانت عملية التبني عادة مستحكمة كالعبودية تماما، هي عادات كانت مستحكمة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطلها قولا وفعلا. وهذا أقوى أنواع الإبطال، أن الله سبحانه وتعالى يبطلها حكما شرعيا بالقول في الآية ادعوهم لآبائهم، ويبطلها كذلك بالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهي علاقة البنوة بزيد. وهذا طبعا مصداقا لقوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أب لأحد من الرجال في هذه اللحظة تحديدا، وكان فيها دلالة على أنه لن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لذلك بقيت له أنثى واحدة وهي فاطمة رضي الله عنها. فعلى كل من هذه اللحظة أبطل النبي صلى الله عليه وسلم التبني، وصار يعرف بعد ذلك زيد بن حارثة وليس زيد بن طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من زينب؟ ما الحكمة من ذلك؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. أحسنت. سنجيب على هذا السؤال بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساهم معنا في مشروع أضاحي اللاجئين الإريتريين في شرق السودان وإثيوبيا واليمن، واجعل أضحيتك للأيتام والفقراء والمساكين تطعم بها جائعا وفقيرا وتدخل على نفوسهم فرحة العيد. أضحيتك أجر وفرح. قيمة الأضحية $180 للخروف و$540 للبقر. للتبرع يمكنكم زيارة موقعنا www.kabiratrust.org. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. شيخ حسن، يقول الله عز وجل: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هل هذه الآيات لها تعلق بإبطال حكمة التبني؟ ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى من هذا الموضوع، والله عز وجل يقول: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ أحسنت. هو الآيات كلها سبحان الله متسلسلة
وفي نفس تقريبا في ذات السياق سورة الأحزاب. التسلسل هو أن الله سبحانه وتعالى في البداية أبطل التبني، ولكن هذا المتبنى متزوج كذلك من امرأة قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب. لاحظ، سهل أن نقول والله خلاص أبطلنا التبني، لكن ليستكمل وتنزع تماما ظاهرة التبني ولا يبقى لها آثار بجميع أحكامها وجوانبها، كان لابد أن تعالج مشكلة. طيب هذا المتبنى كان متزوج لامرأة، فإذا طلقها هل يجوز لمن كان أبوه بالتبني أي أبوه بالتبني أن يتزوجها؟ فشوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هذه ظاهرة من جذورها أراد أن يقتلعها، لأنها توجد إشكالا عميقا في البنية الأسرية الاجتماعية في المجتمع المسلم، وكانت منتشرة وظاهرة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهيها. لأننا سبحان الله في كل برامجنا نؤكد أن المنظومة الأسرية، منظومة الأسرة في الإسلام منظومة حساسة وتبنى عليها كل الأحكام، أحكام الولاية، سميها أحكام الولاية الصغرى والولايات بعد ذلك. وبالتالي أراد الله سبحانه وتعالى هذه المنظومة أن يحيطها من كل جوانبها، وهي منظومة مفصلة من الله، يعني ما ترك حتى أحكامها للاجتهادات أو تكون محلا للأخذ والرد والمصالح. أنت تقصد بالمنظومة طبعا الأب والأم والأبناء والإخوة والأخوات والعمات والخالات. نعم. يا سلام، هذا النظام العظيم، هذا النظام اللي نحن الآن صاروا الجماعة يسمونه الأسرة الممتدة. يقول لك الأسرة إيش هذه منظومة سبحان، منظومة متكافلة متراحمة، تخرج من دائرة الأنانية إلى دائرة هذه المنظومة المتكافلة المتراحمة فيما بينها، وفي نفس الوقت فيها منظومات نسب، منظومات مصاهرة، منظومات زواج، منظومات محارم، صحيح، إلى غير ذلك. تترتب عليها بعد ذلك أحكام مالية أيضا من ميراث من غير ذلك. هذه المنظومة أراد الله سبحانه أن لا يكون فيها أيضا ما يكون محلا للتساؤل، لأنه ممكن واحد يقول الله ما حرم في كتابه أو ما أحل في كتابه أن يتزوج الشخص بامرأة كان أو يقول هذا كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو كان خاصا عليك. فأراد الله سبحانه وتعالى حكمة من الله، إذا كان وجود زيد تحت رعاية النبي بحكمة إلهية إلى أن يبطل به هذا الحكم، سبحان الله. نفس الطريقة زواجه من زينب أبطل به أمرين، زواجه من زينب أبطل به أمر، أبطل به الطبقية اللي كانت موجودة أن يتزوج زيد بن حارثة الذي كان يعرف بأنه عبد من وحدة قرشية هاشمية، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يعرف بإيه؟ يا سلام، بالسيد والمسود والتعالي والتطاول، هذا أبطل ذلك. فصار سبحان الله كمال التطبيق للإسلام في معانيه الكلية يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هو من يتسبب في زواج بنت عمته. يا سلام. هذه واحدة. الأمر الثاني، لما أراد الله أيضا أن يبطل أيضا قضية التزاوج أو قضية الشعور بحرمة التزاوج من شخص تبنى لشخص آخر أن يتزوج زوجته، هنا كانت قضية حتى النبي كانت عليه صعبة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله له سنزوجك زينب. زينب هذه زوجة ابنه بالتبني، وشعور النبي صلى الله عليه وسلم بأن زيد بن حارثة ابنه بالتبني شعور قريب، ويعني قريب حديث عهد. وقالت الناس ستكون كثيرة، أليس كذلك؟ سيتحدثون أن محمد عرفنا أنه ألقى التبني، كما يتزوج ابن تبنيه ابن تبني الجاهلية. المسألة سبحان الله، وليس كما ذهب البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بزينب أو رأى منها شيء أو كذا، ليس كذلك، هذا كله كذب، هذا كله كذب وأساطير ولا علاقة له. كل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجده في نفسه أن الله أخبره بأن زينب ستكون زوجا له، لن تكون زوجة له إلا أن يطلقها من؟ زيد. وزيد كل يوم جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله مشاكل بيني وبين زينب يريد أن أطلقها، يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. نعم. يعني فيها نوع من الإطالة، حتى لو كان أن الله يقول له أنت، الله يقول أنا أخبرتك بأن زينب ستكون زوجة لك، وهذه رسالتي وهذا أمري. سبحان الله. الذين يعني يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يا محمد أنت لست من هؤلاء، لا تخ. وهذه من علامات النبوة. هذه من علامات، لو كان شيئا يخفيه لأخفى هذا الكلام، أخشى هذه القضية، لأخفاه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. نعم. طبعا يخشى الناس لأنه هذه الظاهرة الاجتماعية ضاغطة على الناس، ولو كان نبي عليه الصلاة والسلام، ظاهرة اجتماعية
سيقول فيها الناس الكثير، ولكن الله يريد أن يبطل هذه المسألة قولا كما ذكرنا وفعلا، قولا وفعلا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لاحظ الآن ما معنى قضى منها زيد منها وطرا؟ أيوة، فلما قضى منها زيد وطرا، يمكن للإنسان أن يعقد بامرأة ولا يدخل بها، فإذا دخل بها وواقعها وعاش معها معاشرة الزوجية قضى وطره منها، خلاص قضى وطره منها. بمعنى زينب حقيقة كانت زوجة لزيد وكان يواقعها وكان يقضي منها وطرا، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد بأن هذه مش فقط معقود عليها ولم يدخل بها. أي نعم. يعني بين الله سبحانه أنها كانت فعلا زوجة وتبنى بها وعاشت معهم فترة. سبحان الله. وبالتالي كأنما الله سبحانه يريد أن يقول لهم الزوجة الحقيقية المدخول بها. نعم. المدخول بها. يمكن يجي واحد مشتبه عليه يقول لا ما كان دخل بها، كان أمر كذا سوري فقط. أي كان سوري أو ما في إشكال. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكلمة زوجناكها دل ذلك على أن زينب اختيارها من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله الذي من فوق 7 سماوات اختار زينب لتكون زوجة، ولذلك دخل بها بدون إذن أهلها. نعم، لأنه خلها الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي زوجها. نعم، هو الذي زوجها. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. يا سلام يا سلام. فهذه هي مسألة ما الذي أخفاه، لأنه للأسف الشديد كثير من التفاسير أحيانا نتيجة إسرائيليات أو أحاديث ضعيفة أو موضوعة تورد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع بهذه الأمور، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. طيب شيخنا شيخ حسن، الآن وضحنا ببيان شاف جزاك الله خير عن حكم التبني وأن الإسلام أبطله من جذوره. نعم. وكان هذا التبني بلا شك مشهورا في الجاهلية حتى في الرومانيين. نعم. والفارسيين صحيح. كان موجودا أيضا. نعم. الذي يهمنا نحن كشعب إريتري حكم اللقيط. نعم. وحكم ابن الزنا. نعم. اللقيط هو ابن زنا غير المعروف والديه. نعم. وهذا مع الأسف موجود في بلادنا بكثرة. وهناك يعني ابن زنا معروف من هو يعني أبوه أو القطع الذي حصل من أبيه فيعترفون به. هل هذا يلحق بالتبني أو لا؟ أحسنت. خليني بشوية أفصل في اللقيط، بحيث يمكن أن نقول من اللقيط من ليس ابن زنا. يعني يمكن أن يكون هنالك لقيط حرب، يعني يوجد في منطقة حرب هو صغير، ويمكن أن يكون هنالك لقيط له أبوين يرميانه نتيجة الفقر، ومنه اللقيط الذي يرمى نتيجة العار كما كان في الجاهلية والعياذ بالله، شخص ينجب بنت فيرى أن هذه البنت لا يريد أن يتبناها والعياذ. فأشكال اللقيط تأخذ إيه؟ كل من يوجد على كل مرمي في مكان ما، سواء كان والله فعلا ابن زنا أو كان بعقد صحيح ولكن تعددت أسباب رميه، كل ذلك يدخل في مسمى إيه؟ اللقيط، بمعنى أن ما نلتقطه من الطريق العام، ما نلتقطه من الطريق العام هذا يسمى لقيطا. سبحان كلامك صحيح. ذكرتني بحادث حصل. نعم. وحوادث تحصل. في حادث مروري مؤلم. نعم. كان فيه أسرة متكاملة. نعم. وفيه رضيع. أحسنت. نعم. الأسرة كلها ماتت. نعم. إلا هذا الرضيع. إلا هذا الرضيع. نعم. نعم. إلا هذا الرضيع. ولا يعرفون له يعني أهل. أي نعم. سبحان الله. فتبنته الدولة. تتبناه الدولة. نعم. هذا هو، هذا واحد من أنواع اللقيط. هذا واحد من أنواع اللقيط. تحصل أحيانا أيضا قرية يحصل فيها اجتياح، مثل الحروب التي نعانيها الآن في أوكرانيا، في سوريا، تجد سبحان الله يهدى على الناس البيت، تموت الأسرة ويبقى الطفل لا يعرف من أهله، وهو ذو نسب. هو ذو نسب وليس ابن زنا. وليس ابن زنا. نعم صحيح. فهذا يدخل ضمن إيه؟ اللقيط. نعم. ضمن اللقيط. طيب نأتي إلى هذه الوضعيات، كيف يكون التعامل معها؟ كيف يكون التعامل؟ هذه المجموعات كلها لا يجوز لأحد أن ينسبها نسبا إلى نفسه كبنوة. نعم. لا ينسبها إليه كبنوة، لا يجوز له ذلك، إلا من باب أن نقول والله تبني بمعنى الكفالة، دي قضية أخرى. لكن التبني اللي نحن قاعد نتكلم عنه في هذه الحلقة، اللي يترتب على أن يقال فلان ابن فلان ويفصل تماما عن أصله وفصله، سواء كان معلوم الأصل أو مجهول الأصل، فهذا لا يجوز بحال. طيب هنالك ما المخرج؟ المخرج أن تكون هنالك كفالة،
يسمى باسم أيا كان هذا الاسم، ويعرف هذا الشخص أنه شخص الناس تكون عارفة إنه والله هذا الشخص مكفول وليس من الأسرة. يعني الأسرة تكون عارفة أنه شخص أجنبي عليها، لكن الرفق والإحسان والتراحم والعناية بالكرامة الإنسانية والحفاظ على النفس البشرية تلزمنا نحن أن نجعل من هذه النفس نفسا مرعية، نفسا مرعية، فنقوم بكفالتها وتبنيها. ولكن تأتي القضية في أن والله العلاقات النسبية معروفة، فلا يكون مثلا يقتحم أسوار الحرمات المعروفة داخل الأسرة ولا يرث، لكن يحق لهذا الشخص الذي تبناه أن يوصي له في إطار الثلث المعروف في صاحب الوصية. يعني شخص كفل شخص وعاش معه، طيب ماذا سيسميه؟ هل سيسميه مثلا محمد ابن عبد الوهاب ابن كذا اسم عام ولا ينسب إليه، وبهذا نحن وقعنا في نفس الأمر، سميناه بغير اسم أبيه. نعم. والله تعالى يقول فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. ما هو الحل؟ هو على كل موضوع النسب خروجا من قضية أن يعيش بلا تسلسل، خاصة في كل الوثائق الآن محتاج أن تعرف اسم أول واسم ثاني أقل شيء. فعلى كل أن تنسبه لاسم مجهول لا حرج فيه، ما دام أنك ما نسبته لشخص بنى عليه علاقات نسبية أو علاقات اجتماعية أو مالية، فلا تضر هذه الجزئية بالذات بقدر ما ستعالج لهذا الشخص مشكلة، وخصوصا عندما تسميه محمد مثلا ابن عبد الله فهو عبد لله، أو محمد ابن أبيه، فلان ابن أبيه أو فلان ابن كذا إذا كان. والوثائق يا شيخ حسن كيف يقبلون هذا؟ الوثائق أقصد يعني في الحكومات اليوم نحن نعيش بأنظمة وقوانين، هناك أحوال مدنية، هل ستذهب إلى الأحوال المدنية وتقول أن هذا فلان ابن فلان، سيقولون لك أين أبوه إذن؟ نعم. وسيسألونك عن أبيه، سيسألونك وهذه الأمور سبحان الله يفترض أن تكون ترتب منذ الطفولة. يعني مثلا من اللحظة التي أنت حاولت أن تأخذ فيها هذا الشخص يفترض الوثائق كلها تكون معروفة وواضحة. يعني أنا في تقديري مسألة الدعوة لغير الأب المقصود فيها ما يترتب عليها الأحكام التي أبطلها الإسلام، ليست الشكل الظاهري الذي يمكن أن يحل مشكلة لهذا الإنسان. هذا قد لا تكون في إشكالية كبيرة. تمام. هذا يعني حتى لو قلت إنه والله يا أخي أهم شيء أن الأسرة تعرف أن هذا ليس ابن لها، وإنما هو مكفول وإنما هو رعاية لينال أجر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الدعوة الباطلة أن تجعله ابنك. هل يدخل في هذا أيضا أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا؟ بلا شك هذا أولى، كما قال بعض علمائنا هذا قد يكون أولى، لأن أحيانا اليتيم له حاضنة من جهة الأم إذا لم يكن له حاضنة من جهة الأب. هذا الشخص له بل له أكثر من وصف، منهم من قال يدخل في ابن السبيل، ومنهم من قال يدخل في موضوع كفالة اليتيم. فعلى كل سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بهذا الواجب الإنساني له إن شاء الله أجر عظيم. طبعا دار رعاية الأيتام في الدول يعني يمنحونه اسما، يعني يمنحونه اسما ويعطونه اسما ويعطونه أوراق ويعطونه خلاص. إذا لكن للأسف هو يعيش في هذه الدور على أنه منبوذ وليس له أبوين حقيقيين، وربما يتهم نفسه أنه من أبناء زنا، وبالتالي يخرج مخرجا غير صحيح. نجد أن فكرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في تربية هذا الطفل في بيوت المسلمين أولى ما في كلام، وأقوى. صحيح. ويتربى تربية صحيحة. سبحان الله. صحيح. نعم. سبحان الله تذهب عنه كثير من الأحقاد والضغائن تجاه المجتمع. لما ينسب لأسرة ويجد الحنان المطلوب في هذه الأسرة والرعاية والاهتمام، سبحان الله تبقى الدائرة ضيقة جدا في قضية إنه والله هو لا إله إلا الله. فحكمة الله سبحانه عظيم وتعالى عظيمة جدا. لن تجد أحكم ولا أعدل ولا أصلح ولا أنسب من أحكام الله في هذه المسائل. وأن الآية واضحة، فإخوانكم في الدين. نعم، فإخوانكم في الدين. سبحان الله لما أثبت لهم الأخوة ونفى عنهم البنوة. شوف، لأن وجه الأخوة وارد في الدين ووارد في النسب. حتى لو كان لقيت من أبناء من أبوين كافرين يا شيخ حسن. نعم، هو كذلك. حتى فإذا تربى في بيوت المسلمين أصبح مسلما.
طبعا هذه سبحان الله لها أحكام مفصلة، اللي هو لو افترضنا أن أحدهما كافر والآخر مسلم، أو أحدهما عبد والثاني يعني حر، هذه كلها مفصلة. فأحيانا ينسب للأم بوجه، وينسب للأب بوجه، وينسب لأفضلهما بوجه. طيب الله يجزيك خير شيخ حسن. ننتقل لنقطة أخرى، وهي أمر موجود مع الأسف يعني الشديد في بلادنا بكثرة، وهو أبناء الزنا. نعم. أبناء الزنا مع الأسف موجود، ويعني وهذا لا أحد يستطيع أن ينكره، خصوصا في بعض المناطق. يأتي الرجل فيقع بحرام، فينجب بحرام، ويعترف اعتراف بكل وضوح أن هذا الطفل ينسب إليه أو أنه منه هو، ويعني فبالتالي ينسبه إلى نفسه. وأحيانا يتربى هذا الطفل، بل أحيانا كثيرا يتربى هذا الطفل بين إخوانه الشرعيين. يعني الأب يقع في حرام مع امرأة أخرى، ثم هي تنجب فترمي هذا الطفل لأبيه، ويأخذه ويتربى مع الأبناء الشرعيين. نعم. حكم هذا شرعا، هل أولا النسب إلى أبيه حكمه، وكونه يتربى مع إخوانه وأخواته حكمه، وهل يرث كما يرث إخوانه الشرعيين تماما أو هناك تفصيل؟ هذه قضية حقيقة موجودة في بلادنا بكثرة. كذلك حتى تكتمل الصورة أيضا، أحيانا أيضا تقع الفتاة عياذا بالله في الزنا وهي حامل، يعقد عليها، أن يقولون لا نريد العار أن يلحقنا، فعجلوا وأعقدوا عليها ممن واقعها وباعترافه. نقطة خامسة معها أيضا عشان تكتمل الصورة، أحيانا الذي فعل الفاحشة لا يرغب في الزواج من هذه، ولكن الشماغلة اللي هم يلزمونه فيقولون له أي والله تزوج ثم طلق. أفتونا مأجورين. على كل هذه طبعا هي من المسائل الخطيرة جدا في إطار المجتمع، وتقتحم أسوار كثير من مع الأسف، وتترتب وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن من الناحية الفقهية غالبا الآن صارت الدول تعالج هذه المشكلات بأقرب المذاهب تسهيلا، لأنها خوفا من أن ينشأ هنالك منظومة أولاد بلا آباء بلا نسب، فتكثر الظواهر السالبة. فصار بعضهم على كل يختار مذهب مهون بعض الشيء في هذا الجانب. الجمهور بطبيعة الحال الجمهور على أن والله هذا الذي يعني نتج من علاقة غير شرعية لا يستحق الوصف الشرعي أنه ابن. جمهور هذا رأيه. هذا جمهور رأي الجمهور بأنه كل القضايا اللي ذكرتها القول فيها عندهم واضح، إنه والله لا ينسب الشخص إلى أبيه إلا إذا نشأ بعقد صحيح وعلاقة شرعية وضمن بيت الزوجية وكذا، والولد للفراش وللعاهر الحجر. بل الشريعة ذهبت أبعد من ذلك. لو أن هذه النطفة والعياذ بالله أنجبت في بيت لشخص متزوج، يعني امرأة والعياذ بالله زنت وهي متزوجة، نعم، وحملت من شخص خارج بيت الزوجية، هذا الابن لا ينسب للعاهر، وإنما ينسب لصاحب عجيب، ينسب لصاحب الولد للفراش وللعاهر الحجر. عجيب. لاحظت؟ والإثم على المرأة، الإثم على المرأة تحاسب عليها يوم القيامة عند الله. تأتي يوم القيامة وهي والعياذ بالله. لكن حتى هذا الطفل هذا الطفل ابن الفراش، سبحان الله، ابن الفراش، إلا في حالة واحدة أن الأب يقول هذا الولد ليس ولدي، لكن العقد موجود وفراش الزوجية معترف به، لا يحق له إلا بالملاعنة. كل من يولد في هذه المرأة هو إيه؟ هو ابنك. يعني إلا تكبر مشكلة، كل واحد يقول أنا والله هؤلاء هذا مو ابني مشكلة. لكن سبحان الله خلينا نفتح نافذة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. طبعا له نوافذ عموما يخرج بها أحيانا في شكل معالجات. الإمام ابن القيم يقول إذا كان والله وجدنا هذا الشخص الذي وقع في زنا ثم حملت المرأة
منه، حملت البنت منه واعترف بأن هذا ابنه، يقول ينسب إليه. ابن القيم يقول ينسب إليه، ويستدل بحديث جريج قال من أبوك؟ قال أبي الراعي، أبي الراعي. ابن القيم على كل أخذ. نلاحظ الآن بعض القوانين، قوانين الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية صارت تجنح إلى هذا الرأي حتى لا تفتح نوافذ اللقطاء، وخصوصا إذا اتسعت. ما الفرق بينه وبين كتاب الله؟ ما الفرق إذا بينه وبين من تزوج على كتاب الله؟ هو على كل يبدو والله أعلم هنا تعارضت المفسدة مع المصلحة. يعني هو من باب درء المفاسد. أيوة، من باب درء مفسدة، إنه والله مفسدة وجود. طيب وهل يورثه ابن القيم؟ ابن القيم يورثه، يبني عليه الأحكام كلها أشبه ما يكون بمن أقر وألحق، الإلحاق والإقرار كل ذلك، مع أن الإقرار يتطلب فيه مجموعة شروط والإلحاق يتطلب فيه مجموعة شروط. عندنا في بلادنا في المحاكم لا يورثونه يا شيخ حسن، في محاكم القضاء ربما يتربى في بيت الأسرة وكذا، لكن إرثا هو بالجمهور على كل أقرب إلى أنه لا يورث، حتى لو عاش وسط الزوجية. أيوة. لا يورث، ويظل أيضا يحتاط منه في داخل الأسرة نفسها. البنات أخواته يحتطن منه فيما يتعلق حتى داخل البيت، لكن واقعيا هذا غير موجود. طبعا يعني مثلا أعطيك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما سودة كان لها أخ حصل فيه خلاف، هل هي رضعت أو لم ترضع أو شيء من هذا القبيل؟ لا، هذا أخي ولد في فراش أبي، والآخر يقول هذا ابن أخي، إن أخوه أخبره إن هذا ابنه. فسبحان الله الشبه أقرب إلى من ادعاه، لكن القانون يقول بأنه هذا ولد في فراش فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد شنو؟ للفراش، وللعاهر الحجر. لكن بالنسبة لسودة قال احتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. لكن الواقع في إريتريا أن أبناء الزنا يربون في بيوت آبائهم ويعيشون مع إخوانهم وأخواتهم، لا إشكال في هذا أبدا. الإشكال في الإرث. الإشكال في هذه تعالج على كل بالوصية. الأفضل ألا يدخل ضمن الورثة كحقوق، باعتبار أنه ليس صاحب حق، ولكن حتى لا يخرج أيضا من المولد بلا حمص كما يقال، يعطى. طيب، ختام هذه الحلقة شيخ حسن، من ادعي إلى غير أبيه حرمت عليه الجنة أو فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم شعبنا الإريتري بسبب الحروب وبسبب الأوضاع ينتقل من دولة إلى دولة فيضطر تغيير اسمه، حكم ذلك اضطرارا؟ لا، تغيير الأسماء في هذا الاتجاه لا حرج فيها، لأنه لا تبنى عليه أحكام شرعية. يعني ليس هنالك مثلا شخص يقول محمد سعيد حقوس مثلا يدي نفسه اسم عمليا ليس هنالك شخص سيتبناه ولا سيلاحقه في الميراث فهي على كل، حتى لو كانت فيها مخالفة في أن الشخص انتسب ظاهريا على الأقل إلى غير أبيه، لكن لا تترتب عليه المفاسد الشرعية التي وضعت لأجلها موضوع التحريم. ويجوز مطلقا ولا للضرورات والحاجات الملحة، لكن الأصل أن الإنسان يبقى على اسمه وعلى نسبه. أحسن الله إليكم شيخ حسن، جزاكم الله خيرا على هذا البيان الواضح. مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بلادنا الزنا والزلازل والمحن، وأن يطهر بيوتنا وبلادنا من كل وباء، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل